قالت عائشة: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه الإمام البخاري. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد على من آذى جاره. ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حال امرأة، وذكر له من صلاتها وصيامها وعبادتها، امرأة صالحة. قالوا: يا رسول الله، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار، هي في النار. وقال رواه الترمذي، وقال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن جاره أذاه، لا يأمن جاره غيبته له، لا يأمن جاره أن يطل هذا الجار على أهل بيت الجار الآخر، لمن لا يأمن جاره بوائقه. فإذا طبق الإنسان مثل ذلك كان مؤمنا. يقول عليه الصلاة والسلام: أحسن إلى جارك تكن مؤمنا، حتى تحقق الإيمان فعلا ويكون لك عند الله تعالى منزلة المؤمنين. طبق مثل هذا الإحسان رغبة فيما عند الله تعالى، وطمعا في مكافأة ربنا وثوابه، لا طمعا فيما ينالك من نفع من جارك.